سي محمد دخيسي، مرحبا بك معنا في هذا الحوار. شكرا سيدي، مرحبا بك. انتم ولي الامن المدير المركزي للشرطه القضائيه، ايضا عندكم منصب ديال مدير مكتب المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه انتربول بالمغرب، وكتشغلوا ايضا رئيس مكتب الاتصال بالامانه العامه لمجلس وزراء الداخليه العرب. غنبداو سي دخيسي هذا الحوار بالسؤال التالي: المديريه العامه للامن الوطني عرفت تحولات وتطورات مهمه على جميع المستويات، خاصه في السنوات الاخيره. شنو تقدروا تقولوا لنا على هذه التطورات والتحولات؟ بالنسبه للمغرب بصفه عامه عرف تحولات استراتيجيه هامه، وكذلك جميع المؤسسات الدستوريه بما في ذلك المديريه العامه للامن الوطني بعد تربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على عرش اسلافه الميامين. وهنا بعد تعيين السيد المدير العام للامن الوطني في ماي 2015، المديريه العامه للامن الوطني عرفت تغييرات جذريه بوتيره اسرع في اطار تخليق وتحديث المرفق العام الشرطي وعصرنه جميع الاليات ديالها، وكذلك تدعيم المديريه العامه للامن الوطني بموارد بشريه ذات كفاءات عاليه في جميع الميادين، وتفتحت اوراش كبرى. وبين هذه الاوراش الكبرى المقر ديال المديريه العامه للامن الوطني اللي من 56 وحنا كيتم الاشتغال فيه، واللي كان عطى الانطلاقه ديالو سيدنا الله ينصرو. كذلك مجموعه ديال البنايات الاخرى بما في ذلك المقر الجديد ديال الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، المختبر الوطني للشرطه العلميه والتقنيه، اضافه الى مجموعه من البنايات ديال الولايات ديال الامن وديال المناطق وديال المفوضيات وديال الدوائر ديال الشرطه اللي كتستوفي الشروط واللي كنعتبروها مرفق عام في مستوى عالي. اضافه الى ذلك مثلا نجي للمجال ديال الترقيه كانت معطله عندنا 4 سنين ولا 5 سنين. تم الحسم في هذه الامور هذه، وحتى المباريات ديال الشرطه الان كتمر بواحد الشكل شفاف، والعمليه ديال التصحيح راه كيصحوا اساتذه جامعيين، ما بقاوش يصحوا الاطر ديال الامن نظرا للشراكه اللي درنا مع مجموعه ديال الجامعات الى اخره. هذه التحولات الجذريه كانت كذلك في اطار تزويد هذه المديريه العامه والاطر ديالها باش تشتغل بشكل اريح ومريح. الوسائل التكنولوجيه الحديثه المتوفره لدينا في جميع الجرائم السيبرانيه وفي جميع الوسائل التقنيه اللي كنشتغلوا فيها سواء في مسرح الجريمه او في خلال التحريات والابحاث التقنيه ديالنا باش يكونوا الضباط ديالنا في مستوى عالي في البحث والتحري. كذلك التخليق، كنتكلموا على التخليق، كاين ربط المسؤوليه بالمحاسبه، كذلك التشبيب ديال الاطر، مجموعه ديال الاطر الشابه اللي خدات كذلك المسؤوليه في اطار هذا المهام من 2015 الى يومنا هذا. اضافه الى ذلك كذلك التعاون الدولي اللي تعطت له واحد القيمه كبيره بالتوجيهات ديال السيد المدير العام للامن الوطني، واللي اصبحت المديريه العامه للامن الوطني رائده في هذا المجال بفضل التوجيهات وكذلك الاستراتيجيه اللي خدتها في هذه الاونه الاخيره، واللي حددت الاولويات. وبين هذه الاولويات في اطار العمل ديالها هي المحاربه ديال التطرف والارهاب، كذلك المحاربه ديال الجريمه المنظمه، المحاربه ديال الغسل والتبييض ديال الاموال والتجاره في البشر والجرائم السيبرانيه وباقي الجرائم الاخرى اللي كتعتبر المديريه العامه للامن الوطني هي وكاله من وكالات الانفاذ القانون اللي كتحافظ على الحريات الجماعيه والفرديه في اطار دوله الحق والقانون، واللي كتحترم المواثيق الدوليه والدستور المغربي وكذلك جميع التشريعات الوطنيه. هذا باختصار اذا جيت نتكلم لك على التحولات الاستراتيجيه والعميقه اللي عرفتها المؤسسه الامنيه بعد تربع صاحب الجلاله وبعد التعيين ديال السيد المدير العام. راه خصني نهار باش نتكلم معك على هذا الشيء، يعني هذا انا قلت لك باختصار. طيب سيد دخيسي، الملاحظ ان المغرب عرف تطور كبير في مجال الحريات العامه، ومنها الحق في الولوج للمعلومه عبر شبكات الانترنت، وهنا كنتكلموا على الديمقراطيه ديال الانترنت، وهذا كيشرف المغرب لانه فعلا الهامش ديال الولوج للانترنت واسع مقارنه بدول الجوار، ويعني القيمه ديالنا مرتفعه على المستوى ديال استخدام الانترنت. ولكن البعض كيستغل هذه الحريات اللي نقدروا نعتبروها حريات الكترونيه باش يمرر خطاب ديال الكراهيه والعنصريه وديال التضليل والاخبار الزائفه. هنا بغينا نعرفوا حقيقه القضيه ديال الضابطه المطروده وهبه خرشش. شنو يمكن تقولوا لنا في هذا الاطار؟ انتم كتعرفوا المغرب عرف واحد التطور
جديده على جميع المستويات في المجال الحقوقي، في مجال حقوق الانسان، في مجال الحريات العامه، في مجال الديمقراطيه التشاركيه الى اخره. وكذلك هذه الفضاءات، هذه الحريه اللي عرفها المغرب في ديال صاحب الجلاله نصره الله. كاين هذه القضيه ديال الوسائط، الانترنت، فيسبوك، تويتر الى اخره. هو دار البحث العلمي وباش نساعدوا الاطور وباش نساعدوا الاساتذه الباحثين والتلاميذ والطلبه الى اخره، الا انه كان هناك فعلا استخدام سيء من طرف اشخاص من ذوي النيات السيئه. وعلى هذا الشيء اللي كتظهر عندنا مجموعه ديال الجرائم اللي كنقولوا حنا الجرائم السيبرانيه والجرائم الالكترونيه اللي عندها علاقه بالانترنت. بخصوص السؤال ديالك على الضابطه المعزوله خرشوش وهبه، نعطيك السياق العام. هذه الموظفه التحقت بصفوف الامن الوطني في 2003. خلال الفتره ديال التدريب ديالها توجهت لها مجموعه ديال الملاحظات ديال التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعه والانضباط، على اساس اننا مؤسسه شبه عسكريه وتم التنبيه ديالها لاحترام الزميلات والزملاء ديالها والاطر التربويه والاطر ديال التكوين. بالنسبه لهاد وهبه خرشوش، كذلك في 2014 توجهت لها رساله ديال الانذار. هذا الانذار بسبب الاعتداء ديالها على الزميله ديالها اثناء الممارسه ديالها لمهامها داخل مقر الشرطه بازمور. وهنايا هذه السيده كانت متكلفه بالخليه ديال النساء ضحايا العنف. في 2014 في نفس السنه كان الاخ ديالها اللي هو زميل معنا وهو ضابط كذلك تم التنقيل ديالو لانه بالشبهه ديال العلاقه ديالو مع احد تجار المخدرات. ارتأت المديريه العامه للامن الوطني باش تنقلوا لواحد المدينه اخرى. وكذلك كانت عنده واحد القضيه رائجه امام المحكمه اللي فيها علاقه جنسيه غير شرعيه ناتج عنها حمل ثم ولاده، واللي رفض باش يعترف بالوليد ديالو، الا ان الخبره اللي دارت اثبتت بانه هذاك الابن الشرعي ديالو، الابن ديالو من خلال ديال هذه العلاقه الجنسيه الغير الشرعيه. وعلى هذا في هذا الاطار هذا كانت السيده اللي اشتكت شكرت السيد المدير العام للامن الوطني وشكرت النيابه العامه لانه اتخذ الحق ديالها. في 2016 الضابطه المعزوله وهبه خرشوش غادي توجه بواحد الطلب لمقابله رئيس الامن الاقليمي عزيز بومهدي انذاك. استقبلها بحضور مسؤولين اداريين، استمع للشكايه ديالها. الشكايه ديالها كانت ضد مجموعه ديال العناصر ديال الامن، رئيس الدائره والعناصر ديال الدائره، وكذلك عناصر ديال قاعه المواصلات بالمدينه ديال الجديده. وكذلك كتشتكي بواحد الجار ديالها اللي كتقول بانه عرضها للتحرش الجنسي ومحاوله الاغتصاب. هنا بعد القيام بالاجراءات القانونيه والاداريه الواجبه في هذه القضايا، هذا الخلاصات اللي دارتها المصلحه الاداريه بالنسبه للمدينه ديال الجديده توجهت للمديريه العامه للامن الوطني، دخلت المفتشيه العامه على الخط. المفتشيه العامه على الخط استمعت لهذه الضابطه المعزوله وهبه خرشوش بتفصيل. في اخر الاستماع اليها غادي تقول لهم انا في 2014 تعرضت للتحرش الجنسي من طرف رئيس الامن الاقليمي عزيز بومهدي. هنايا الاجراء اللي دارت المفتشيه العامه هذه في 2014، يعني الاستماع تم اليها في 2016. اذا عامين. فوقاش غادي تذكر هذا الشيء تا وقعت هذه الوقائع، وغادي تجي في اخر المحضر ديالها وغادي تقول لهم اودي راني تعرضت للتحرش الجنسي من طرف رئيس الامن الاقليمي. هنا المفتشيه العامه ملي تذكر هذه القضيه ديال التحرش الجنسي، كما كتعرفوا المفتشيه العامه كتبت في قضايا اللي هي كتبحث في مسائل اللي هي اداريه، وكتحال على المديريه ديال الموارد البشريه اذا كانت مخالفات اللي هي اداريه بطبيعه الحال بعد ما يطلع عليها السيد المدير العام للامن الوطني ويعطي التعليمات ديالو. وهنا في هذا السياق هذا ملي كان هذا الشق ديال التحرش الجنسي تحالت على السيد المدير العام للامن الوطني وتحالت على المديريه ديال الشرطه القضائيه على اعتبار انها ما بقاتش في الشق الاداري ديالها ولات في الشق الجنحي ديالها. هنايا في هذه القضيه هذه ديال وهبه خرشوش التعليمات اللي جاتني انا من عند السيد المدير العام للامن الوطني، لان هي كتقول هاد الناس راه ما داروا حتى شي حاجه وانهم كيغطيو على الناس ديالهم، خاصه في القضايا ديال التحرش الجنسي. انا ناكد لك بانه ها هي التعليمات ديال السيد المدير العام اللي رسل لي، كيقول لي فيها هكا اون فرونسي، هيا نقولها لك ما كان حتى مشكل. il faut appliquer la loi le ménager personne
il faut aller jusqu'au bout. هذا ها هي انا كنوريها لك التعليمات ديال السيد المدير العام كتابه خط يدو. هنا في نفس النهار هذه صيفطت المفتشيه العامه السيد المدير العام حالها عليا بالتعليمات الكتابيه، وحلتها انا بدوري على الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه كنقول لهم فتح بحث بعد اشعار النيابات العامه المختصه والاستماع لجميع الاطراف طبقا للقانون. ها هم ها ليكري ها هو هنايا ها لا سيناتور في نفس النهار باش ما توقعش مغالطات. لا راه ما داروا حتى شي حاجه، ها هي كل شيء بالوثائق كل شيء مثبوت الى اخره. هنايا بالنسبه للبحث اللي دارت المفتشيه العامه نظرا لان المعنيه بالامر هذه الضابطه المعزوله وهبه خرشش كانت وجدت بعض الملاحظات اللي هي تحقيريه وكذلك بعض الكلمات اللي هي تحقيريه الى اخره لهذ الافراد ديال قاعه المواصلات والرئيس الدائره والمجموعه ديال الموظفين ديال الامن. ارسلت المديريه العامه باش توجه لها رساله ديال الملاحظه ورساله ديال التنبيه. الشق المتعلق بالقضيه ديالها اللي كتقول لك التحرش الجنسي ما داروا فيه حتى شي حاجه، حنا على الفرقه الوطنيه. الفرقه الوطنيه راسلت السيد الوكيل العام، السيد الوكيل العام الملك قال لهم غادي تستمعوا لهذه الضابطه وما ديروا حتى شي اجراء. تم الاستماع للضابطه، ردينا الصادر يعني ردينا الكتاب والمحضر ديال الضابطه للسيد الوكيل العام. السيد الوكيل العام الملك هو اللي استمع لرئيس الامن الاقليمي عزيز بومهدي على اعتبار ان السيد الوكيل العام يعتبر ضابط سامي للشرطه القضائيه. هنا ملي استمع له دار له المتابعه وحالوا على قضيه التحقيق. قاضي التحقيق استمع له كذلك، وفي النهايه ديال البحث ديالو دار له عدم المتابعه. اللي دار له عدم المتابعه استانفت النيابه العامه واستانف الدفاع ديال المعنيه بالامر. تم التأييد ديال القرار ديال قاضي التحقيق بعدم المتابعه، مشى للنقد والنقد كذلك أيد القرار ديال السيد قاضي التحقيق بعدم المتابعه. هذه قناعه ديال السيد قاضي التحقيق، بمعنى هذه المرحله مرت في جميع المراحل ديال التقاضي. وهذا عزيز بومهدي المراقب العام رئيس الامن الاقليمي ما كان عنده حتى شي امتياز، عومل معامله كما كيقولوا هما راه داروا له واحد المحامي ديال الاداره العامه للامن الوطني اللي سميتو كروت. هذا عزيز بومهدي دار جوج ديال المحامين، دار دو زافوكا. وملي كدير انت المحامي ديالك كشخص ماشي كاطار، ماشي في الاطار المؤسساتي، كتختار المحامي اللي بغيت من الهيئه اللي بغيت وما كتشاورش مع الاداره. دير حتى 10 المحامين، واحد من وجده وواحد من فيكيك وواحد من الدار البيضاء وواحد من العيون وواحد الى اخره. هذاك الشيء شغلك الاداره ما كتدخلش في هذا الشيء. نتكلموا كذلك كيقول لك بانه يقول لك اودي راه دارتو الاداره العامه للامن الوطني، وراه حتى الاداره العامه للامن الوطني راه هي اللي خلصت له المحامي. ها لو نيميرو دو كونت الشك ديال المسؤول الامني اللي عطاه، هاي الوكاله ديالو، ها لو مونطون، ها كلشي، ها هما هذه وثائق اللي هي مضبوطه ومؤكده وما فيها حتى شي التباس. كنجيو عاود واحد المساله اخرى، راه الشهود ما تمش الاستماع اليهم. حنا التعليمات اللي عندنا الاستماع للضابطه فقط، وجميع الاجراءات يتكلف بها السيد الوكيل العام والسيد قاضي التحقيق، وهذا ما تم. السيد قاضي التحقيق استمع للحارس وخرج بواحد القناعه بان ذاك الحارس اللي ليه في 2014 ما كانش في ديك الفتره اللي كتقول هي تعرضت فيها للتحرش الجنسي. حنا ما ندخلوش العمل ديال السيد قاضي التحقيق، القضاء راه مستقل اللي كيدير الخدمه ديالو وحنا كنديروا الخدمه ديالنا. نجيو لواحد الشاهدين اخرين، واحد الشاهد كتقول بانه راه تم التهديد ديالو وهو اللي كان دار واحد الفيديو. هذا الشاهد هذا راه عنده مجموعه ديال السوابق القضائيه، ومن بين هذه السوابق القضائيه الاتجار في المخدرات واداره محل الدعاره والتحريض على الفساد والنصب الى اخره، وما حضرش عند قاضي التحقيق. ما غاديش حنا امن نمشيو نجيبوه للسيد قاضي التحقيق. كذلك الخادمه ديالها اللي كانت سبق لها شهدت معها في واحد القضيه ما جات عند السيد قاضي التحقيق، ما حضرتش. دونك كاين هذا العساس، حنا باش الناس تفهم، العساس الحارس الليلي، انه السيد قاضي التحقيق في البحث ديالو اكد بانه السيد ما كانش في ذاك المكان اللي كتقول هي تعرضت فيه للتحرش الجنسي. كذلك بالنسبه للخادمه ديالها اللي كانت ديجا شهدت معها في واحد القضيه مماثله ما جاتش. وهذا الشخص هذا اللي دار واحد الفيديو كيقول
بانه انا راه عرضوا عليا الرشوه، ما منعك حتى شي واحد. راه كاين واحد الخط اللي هو مباشر مع رئاسه النيابه العامه ومع النيابات العامه ديال المغرب. راسل النيابه العامه واتصل بها وروح شد هذا السيد بحال التدبوس. كاين ضباط وكاين الساده قضاه النيابه العامه. اذا هذا الشيء كلشي، هذه المسائل انا كنقولها باش الانسان يعرف، ردا على السؤال اللي طرحت عليا. ما انا ما كنتش غادي نذكر على هذا الموضوع، ولكن ملي جبت لي هذا الموضوع راني كنقول لك مساله اخرى نتاع ان هذا رئيس الامن راه حظى من امتيازات. ما حظى حتى شي بالامتياز، عمل بحاله بحال الناس في اطار دوله الحق والقانون، وعمل بشكل مؤسساتي. وكذلك القضيه ديال راه هو من الصهر ديال السيد المدير العام نسيبو الى ديال الخواتات كذا كذا. هذا الشيء ما عنده حتى شي علاقه بالموضوع وما كاينش نهائيا. يعني المسائل الانسان خصو ملي يتكلم بشكل موضوعي، وملي يقول الحقيقه كامله، ما يقولش ربع الحقيقه ولا نصف الحقيقه ولا الحقيقه اللي كتسلكه هو لتضليل الراي العام. دونك هذه الامور هذه خصها باش تكون مضبوطه. بالنسبه للمعنيه بالامر اللي كتقول المسار المهني ديالها كان نظيفا الى اخره، حنا كنقولوا غير المسائل اللي هي موضوعيه واللي هي معقوله. في نفس السياق من خلال الاطلاع على هذا الفيديو ديالها كتقول انها تعرضت للتهديد، وقالوا لها غادي نخطفوا لك البنت ديالك حدا المحطه ديال القطار في كازابور في الدار البيضاء، في الوقيته اللي كانت مشات للمحكمه عندها شي غارات تما، وهذاك الشيء كان بالنهار. هنا هذا الشيء الواقع وقعت في الدار البيضاء حدا المحطه ديال القطار. مواطن عادي اللي كاع ما يعرف حتى حاجه غادي يوقع له مشكل، فين غادي يمشي؟ محطه القطار راه فيها البوليس، غنمشي عند البوليس ديال محطه القطار، كاين دوريات تما وكاين بوان دابوي فيكس، كاين كذلك سياره ديال الامن غادي يمشي عنده يقول له الله يخليك راني تعرضت للتهديد، واحد جوج ها هما قراب يمشيو يشدوهم. ما عرفش هذا الاجراء هذا، ده مواطن عادي، ما كنتكلمش انا على الضابطه اللي تعرف جميع الاجراءات وتعرف المحاكم وتعرف المساطير الى اخره الى اخره. غادي تمشي لاقرب دائره ديال الشرطه، ما تمشيش لاقرب دائره الشرطه، غادي تعيط ل 19 تقول لهم انا الضابطه فلانه راني خدامه في كذا راني تعرضت للتهديد. راه كاين فرق ديال الشرطه القضائيه في عين المكان اللي كتجوب الشوارع، كاين سيارات ديال الامن وكاين دائره ديال الشرطه اللي مختصه ترابيا. فضلت تمشي من الدار البيضاء حتى للجديده وتمشي عند كما قالت هي عند الوكيل العام الملك، وما تلقاش، لقات نائب الوكيل العام استقبلها، دخلت في حاله هستيريه اغمي عنها ومشات ديك الساعه للمستشفى. هنا ملي جات ارساليه ديال النيابه العامه، الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه هي اللي كلفها السيد الوكيل العام الملك، اتصلوا بها واستدعوها، قالت لهم ما يمكنش نجي، راني في واحد الحاله اللي ما يمكنش نجي حتى نهار الاثنين. ملي جات نهار الاثنين يعني بعد مرور واحد 4 ايام ولا 5 ايام، قالت لهم ما نقدر ندير لكم حتى بشي تصريح، دلات لانه كناكل الدواء وهذا الشيء غادي ياثر عليا حتى نبرا ونجي. قالوا لها ما كان حتى اشكال. مشات دفعت الشهاده الطبيه الاولى فيها 21 يوم ثم 30 يوم ثم 30 يوم، بمعنى 81 يوم على الحادثه. ملي جات واستمعوا لها غادي تقول لهم اودي انا راني كنتلقى الزوج ديالي راه كيتلقى واحد المكالمات هاتفيه ورسلوا له مجموعه ديال الصور الى اخره، وان هذا في التصريح ديالها كذلك اللي قالت في الفيديو ان هذا الهاتف كيراقبها وكيمشي معها حتى البنكرير وكيمشي معها. حنا بالنسبه لنا درنا جميع الاجراءات تنفيذا لتعليمات النيابه العامه المختصه اللي باش هذه السيده هذه درنا لا ريكيزيسيون، درنا التسخير على ذاك الرقم الهاتفي. هي كتقول بالنسبه لهذاك الرقم الهاتفي كيتبعها في بنكرير، في الجديده، في الدار البيضاء، في مراكش الى اخره. بالنسبه للتموقع الجغرافي ديال هذاك الهاتف ما عمره وصل لبنكرير، كان هذاك الهاتف ما بين الجديده والدار البيضاء في الوقيته اللي كانت هي في المغرب. هي كتقول ودي راه ما كانتش في المغرب، لا كانت في المغرب في ديك الساعه هذيك. وبالنسبه للاجراءات القانونيه دارت بتفصيل وتوجهت للسيد الوكيل العام، وها هي الوثائق بلا ريكيزيسيون بالتسخير اللي دار بكل شيء الاجراءات التقنيه والابحاث الى اخره. هنا غادي نوليو التصريح ديالها. ملي دارت التصريح كيسولها الضابط المشرف على البحث، كيقول لها عطينا الاوصاف نتاع هاد الجوج اللي هدوك. ما عقلتش على الاوصاف، شنو لابسين ما عقلتش. وما يمكنش انت ضابطه وكنتي مكلفه كتقولي بالخليه ديال النساء ضحايا العنف، وكنعرفوا الدقه اللي كتكون عند هاد السيدات اللي كيكونوا مكلفين ولا اللي كيشتغلوا في هذا يعني لا كاباسيتي ديكوت، وكذلك الملاحظه كيكونوا دقيقين، راه حتى حاجه ما كيغفلوها. وانت ضابطه في النهار 12 ونص النهار ولا الوحده النهار ودايزين جوج ديال الناس حدا لاكار
وهدوك ما عقلتيش على الاوصاف، القامه ديالهم واش فيهم شي حاجه اللي مميزه، شنو الكسوه اللي لابسين الى اخره الى اخره. حنا كنردوا على هذا الشيء بعد ما سولت لي على هذا الضابطه خرجت. كذلك بالنسبه للمسار المهني ديالها في 2017 راه خدات 300 نهار، 300 نهار اللي دفعت ديال الشواهد، 300 نهار 300 نهار تقريبا سنه 300 نهار. بالنسبه ل 2019 كذلك توقفت عن العمل، انقطعت عن العمل مدة 4 ديال المرات. وهنايا إضافة لهذه القضايا كان عندها واحد القضية أخرى كتكلم هي على إغلاق الحدود. أنا إغلاق الحدود كتقول لك راه داروا لي إغلاق الحدود. هنا بالنسبة للأمر بإغلاق الحدود، ها هو بأمر من السيد الوكيل العام للملك إلى غاية إنهاء البحث التمهيدي، لأنه كانت عندها الشبهة ديال المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله. وهذا هو الشيء اللي خلاها الوقيته ملي البحث مشى بشكل معمق خرجت من المغرب بطريقة غير قانونية خلسة إلى آخره. هذه تقريبا أعطيتك أنا يعني بخلاصة الأمور ديال هذه القضية هذه. يبقى واحد الشق آخر هو هذا الشق ديال الفيديو، كيتكلموا على هذا الفيديو هذا اللي خرج، واش مفبرك واش ماشي مفبرك، علاش النيابة العامة ما دارش الإجراءات، علاش الأمن ما تحركش إلى آخره. أنا كنأكد لك بأنه النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، وهذا بأمر كتابي من النيابة العامة. ماشي الإنسان يبقى غير يهضر يقول راه ما داروا حتى شي حاجة إلى آخره. كذلك تبقى واحد القضية أخرى، القضية ديال الإساءة للمؤسسات والتشهير والقذف، وكذلك الإهانة ديال الموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإهانة هيئة والإيذاء ديالهم عن طريق التشهير. هذه راه دولة الحق والقانون، والإدارة العامة للأمن الوطني دارت شكاية ديالها على المستوى الوطني ضد هاد الأشخاص، والكل من له علاقة بالموضوع، وغادير شكاية كذلك في الإطار وفي نفس الإطار خارج الوطن ضد هاد الأشخاص، لأنه راه ماشي غير نجيو ونبقاو نطلقوا العنان للكلام ديالنا ونبقاو نسبوا الناس ونبقاو نقيسوا الأعراض ديال الناس ونبقاو نديروا دي جيجمون دو فالور ديال الناس إلى آخره. راه ما يمكنلكش أنت كتجي واحد مجموعة المؤسسات الدستورية كتبقى تسب فيها وتسب في الأطر ديالها بدافع الحقد بدافع الكراهية إلى آخره. انتقد حتى شي واحد ما غادي يقول لك، ملي غادي تنتقد حتى واحد ما غادي يقول لك، ولكن انتقد بطريقة موضوعية وقول الحقيقة كاملة ماشي ربع الحقيقة. سي دريسي، باش نلخص هذا الجواب ديالكم اللي كان مستفيض ومبني على مستند الى وثائق رسميه وارساليات النيابه العامه والاداره العامه، اللي بغيت نفهم هو انه الضابطه المعزوله وهبه خرشوش حتى غادرت المغرب بطريقه غير شرعيه عدت في هذه القصه ديال التلفيق والاخبار الزائفه. اذا كيبان بانه ملي كانت متواجده في المغرب ما عندهاش حجج اللي كتثبت ما تقوله الان في الفيديوهات خارج المغرب. هنا ننتقل للسؤال الموالي. الكل عرف بانه في اطار هذه القضيه وزاره الداخليه خرجت يوم 3 دجنبر الحالي بلاغ اللغه ديالو واضحه صارمه وحازمه، لان الوزاره غتطبق القانون في هذه القضيه ديال وهبه خرشوش كما في جميع القضايا المرتبطه بالجرائم السيبرانيه. شنو يمكن تقولوا لنا في هذا الاطار هذا؟ اللي غادي نقول لك راه حنا عندنا نيابه عامه وعندنا مؤسسات دستوريه، عندنا قضاء، وعندنا كذلك مؤسسات اخرى اللي كتعني بالبحث والوكالات ديال انفاذ القانون. بطبيعه الحال حنا في اطار دوله الحق والقانون، ماشي حنا غير اللي جاي بدي يطلق العنان ديالو بدي يسب ويقول ويشهر بعباد الله ويقيس الاعراض ديال الناس اكوش يا دروات. هذه راه دوله مؤسساتيه بطبيعه الحال، واي طرف متضرر يمكن له يشكي سواء كان كيمارس في اطار المهام ديالو او كمواطن عادي. وهنا وزاره الداخليه البلاغ ديالها راه كان واضح وصريح، وكذلك من غير البلاغ ديال وزاره الداخليه راه عندنا الدستور ديال 2011 وعندنا التشريعات الوطنيه وعندنا الاتفاقيات الدوليه. هذه راه دوله عندها المؤسسات ديالها اللي هي ديمقراطيه الى اخره،
وعرفت واحد التحولات اللي هامه في مجال الحقوق والحريات. وكاين البعض اللي كيستغل هذا الهامش ديال الحريات والحقوق في عهد سيدنا الله ينصرو، وكيستعملها لتحقيق وبزوغ مآرب شخصيه او الاساءه لمجموعه من المؤسسات الدستوريه او كذلك لمجموعه من المسؤولين ديال البلاد. إذا السيد تريسي، بعيدا عن القضيه ديال وهبه خرشوش اللي تعزلت من الوظيفه ديالها، وبعيدا عن من يقف وراءها، غنتقلوا لمحور اساسي كيهم المديريه العامه للامن الوطني والمصالح الامنيه بالمغرب. كنعرفوا بان هذه المؤسسه الامنيه اللي هي فخر للمغاربه كاملين عندها واحد الحضور وازن وقيمه كبيره على المستوى الدولي، لا سيما في اطار التعاون الدولي. المغرب معروف بالكفاءه ديالو على المستوى ديال محاربه الارهاب، سواء في منطقه الساحل او على المستوى الدولي، والتنبيهات ديالو الكثيره والمتعدده وفي وقتها المناسب اللي خلات مجموعه من الدول تفادى كوارث لا قدر الله. المغرب ايضا عنده حضور قوي على مستوى محاربه الجريمه المنظمه والتجاره في البشر والمخدرات. انتم الان كتشغلوا منصب مهم هو شرف المغرب اللي هو انتم في الانتربول. كيفاش كتشوفوا الحضور المغربي ضمن المنظومه الامنيه على المستوى الاقليمي والدولي؟ بالنسبه للاستراتيجيه، من بين الاولويات ديال الاستراتيجيه ديال المديريه العامه للامن الوطني بعد ما تعين السيد المدير العام للامن الوطني، كانت هي تدعيم وتعزيز التعاون الدولي العربي والافريقي وكذلك الدولي بصفه عامه، سواء عن طريق ضباط الاتصال او عن طريق المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه او عن طريق مجلس وزراء الداخليه العرب او عن طريق مجموعه من الوكالات المعنيه بانفاذ القانون، كذلك سواء على المستوى الوطني او الدولي، وكذلك مع المكتب الوطني المعني مع المكتب الامم المتحده المعني بالجريمه المنظمه، محاربه الجريمه المنظمه والمخدرات. بالنسبه للمديريه العامه للامن الوطني والمغرب يعتبر رائدا على المستوى الجهوي والاقليمي وعلى المستوى الدولي في مجال التعاون الامني، وهذا واضح من خلال التعاون ديالو في اطار كاولويات المحاربه ديال التطرف والارهاب والجريمه المنظمه والشبكات الدوليه وكذلك الجرائم العبر الوطنيه والعابره للقارات، واللي يحترم لانه كيحترم الالتزامات ديالو والدقه ديال المعلومات ديالو والاحترافيه ديال الاطر ديالو والخبراء ديالو، اللي جعل هذه السمعه تكون عند المغرب وعند المديريه العامه للامن الوطني في خصوص هذا التعاون الدولي. طيب سيد تريسي، المغرب كباقي دول العالم يحتفل ويخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان اللي كيصادف 10 دجنبر من كل سنه. انا السؤال ديالي مباشر في هذا الاطار، في اطار مقاربه النوع الاجتماعي، واش عندكم في المديريه العامه للامن الوطني نساء مغربيات كيقدروا يوصلوا لمناصب عليا على مستوى المسؤوليه وفق معيار الكفاءه والاستحقاق؟ بطبيعه الحال لان كتعرف المساواه هو راه نص دستوري. بطبيعه الحال عندنا نساء اللي هما في المستوى العالي في المديريه العامه للامن الوطني وفي المديريه المركزيه للشرطه القضائيه وفي جميع المرافق الشرطيه اللي عندنا. غنعطيك على سبيل المثال مثلا المختبر الوطني الشرطه العلميه والتقنيه عندنا فيه مديره، عندنا مديره فيه وهي خبيره دوليه في مجال ديال البصمات الجينيه. كذلك بالنسبه للجرائم السيبرانيه المسؤوله على المستوى المركزي على الجرائم السيبرانيه راه هي السيده وهي خبيره اللي هي معترف بها. كذلك عندنا رئيسات ديال الدائره، عندنا 133 كذلك خليه ديال التكفل بنساء ضحايا العنف، الاغلب ديالهم فيهم نساء، عميدات ديال الشرطه ولا عميدات ممتازات ولا عميدات اقليميات. كذلك عندنا دكاتره اللي هما نساء، سي كوميسير ديفيزيونير، عندنا مهندسات ديال الدوله اللي هما دي كوميسير ديفيزيونير ودي كوميسير برانسيبو، عميدات ديال الشرطه في جميع المجالات. يعني في جميع التخصصات عندنا نساء الحمد لله، وهما اللي كيشرفوا بالاداره العامه للامن الوطني ويشرفوا بالمجتمع المغربي. سيد تريسي، الان العالم منهم المغرب كيعيش ازمه صحيه غير مسبوقه مرتبطه بوباء كوفيد 19 اللي قلبات العالم راسا على عقب. جلاله الملك محمد السادس وضع استراتيجيه وطنيه يشرف عليها بشكل شخصي بشكل يومي في تدبير هذه الازمه. المديريه العامه للامن الوطني عنصر اساسي في اجراءات وتنزيل هذه الاستراتيجيه على الارض مع باقي المكونات الحكومه والمؤسسات الاخرى المعنيه بالامر.
طبعا انتم الحرص ديالكم هو ضمان الامن الصحي للمواطن. الان المغرب على بعد بضعه ايام غيدخل تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتلقيح. المديريه العامه للامن الوطني الان شنو المدى الانخراط ديالها في التنزيل السليم ديال هذه الحمله الوطنيه الغير مسبوقه في المغرب ضد كوفيد 19؟ بالنسبه للمديريه العامه للامن الوطني، في اول وهله ملي عطى سيدنا الله ينصرو التعليمات ديالو في هذا الاطار، كان الانخراط يعني بشكل فعال وجدي في التامين ديال المدن وكذلك والتامين ديال جميع المرافق اللي من الاختصاص تابع للاختصاص الترابي ديال المديريه العامه للامن الوطني، وكان تواجد امني وكان فرض ديال التطبيق ديال القانون. ولا عطيت غير من الحجر الصحي الان شحال من مخالفه اللي دارت، اكثر من 880 ألف مخالفة في هذا المجال، وتم حجز أكثر من 400 ألف كمامة التي لا تستوجب الشروط الصحية، وتم تقديم الأطراف اللي كيروجوا لها إلى آخره. وكذلك بالنسبة للناس اللي كانوا، وهذا اللي خطير، اللي كانوا كيروجوا الأخبار الزائفة أثناء هذه الفترة ديال الحجر الصحي، أكثر من 160 شخص اللي تم التقديم ديالهم للعدالة ليثبت التورط ديالهم في هذه القضايا هذا ديال الاخبار الزائفه بخصوص هذا الوباء ديال الكوفيد الى اخره. وهذا التزام، راه التزام دستوري ديال المؤسسه، يعني 24 على 24 7 على 7 في اطار دوله الحق والقانون، وكذلك في اطار تطبيق التوجيهات والتعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصر. شكرا سيد تريسي على الوقت اللي خصصتيه لنا من اجل بسط كل هذه المعطيات. شكرا جزيلا. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا.